السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جربتي بقى تحطي الجزر على النار؟ ندمتي اللي ما عملتهاش من زمان. بجد وصفة خرافة، حلت لي مشاكلي كلها بصراحة بجد. يعني مش عايزة اقولك الوصفة دي خطيرة بجد، مش هتشوفيها غير حصري عندي انا هنا وبس. هنجيب كده القشرة بتاعتنا الجميلة ونقشر كده معانا الجزراية بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. براحتك بقى زي ما الكميه اللي انت عايزاها، عايزه جزرتين تلاتة. بجد هي الوصفه جميله جدا. ومش اكله يا اللي قاعدين مستنيين ان هي تبقى اكله، هي مش اكله. هي وصفه حلوه جدا للشعر. تابعي معانا الفيديو للاخر، ولو اول مره بتشوفيني اشتراك ولايك حلو كده منك وكومنت جميل حلو زي كعسل كده. هنمسك كده بقى المبشره بتاعتنا وهنبشرها. نجيب بقى كده الجزر بتاعنا وابشري بقى يا فوزيه، ابشري فيها كده على قد ما تقدري. ابشري كده ونغنغي كده المكان. والله العظيم الوصفه دي هتجربيها تدعيلي عليها. انتوا عارفين ان انا ما بعملش حاجه غير لما اكون انا مجرباها بنفسي. بصوا هناخد بقى الحبه اللي احنا بشرناهم دولت وعلى الخلاط بقى ونضربهم اخر ضرب، نحط عليهم شويه ميه ونضربهم نرجع. بصوا بقى يا حبايبي ضربناهم في الخلاط وقعدوا يعيطوا بقى زي ما انتم شايفين كده، سامعين صوت العياط. صفي بقى كده. هنصفي كده بالشكل ده. لا ثواني، هنرمي دول الاول. احنا هنا كده بعد ما صفيناه بصوا حلو جدا. طبعا انتوا عارفين عصير الجزر، عارفين الجزر بيتشرب. طيب عايزين نقول بقى فوائد الجزر. فوائد الجزر دي حلوه جدا، حلوه جدا للشعر والجلد والعين. فيها فيتامين الف، فيها مركبات مضادات اكسده، وكمان بتدعم صحه الشعر جدا، وبتعمل على حيوية الجذور وتمنع ظهور علامات الشيخوخة. كمان الجزر بيحتوي على فيتامين سي بيساعد على انتاج الكولاجين في الجسم. بجد لو قعدنا نقول من هنا لبكره على فوائد الجزر حلوه جدا جدا. هو من الخضروات اللي حلوه قوي للشعر والبشره كمان. هنعمل برضو بيه وصفات بعد كده ان شاء الله للبشره حلوه قوي قوي. طيب عندنا الجزر دوت هنعمل هنحط عليه دلوقتي نشا، وبينا بعد كده على النار هنجيب كده نشا او كورن فلاور اهو دوت تمام. سايب او اكياس مفيش اي مشكله. هنحط كده معلقتين وهنقلب كويس، نروح بينا على النار على البوتاجاز بقى كده، وقلبي قلبي قلبي يا فوزيه لحد ما يتقل معاكي يبقى عامل زي المهلبيه. شاعره يا جماعه، شاعره فوزيه ومهلبيه. وخلي بالك من الحته دي. بس الحته الجايه دي بقى حته جامده خرافه. اول ما يتقل معانا هننزل عليه بزيت زيتون، زيت جوز الهند. بصوا اي زيت عندك شغال يا ستي، تحطي زيت اكل لو مش عندك. طبعا هتقولي الزيت بقى ب65 جنيه، اقول لك خلاص معلش يا بخيله. حطي بس ايه معلقه صغيره. نقعد نقلب كده بالشكل ده لحد ما يتقل معانا. هو قرب قوامه وهو يتقل اهو، شايفين بدأ يتقل خلاص، هيبقى كريمي.
اول ما يتقل هنرفعه من على النار. بصوا حبايب قلبي، لازم يبقى بالقوام اللي انت شايفاه ده. تمام. الوصفه دي احنا عاملينها يعني حمام كريم كده للشعر، حاجه كده خرافه بجد. نحط بقى، ننزل عليها كده قلتلك باي زيت عندك، فده زيت زيتون هنحطه اهو، معلقه كده زيت زيتون. طبعا مفيد جدا للشعر واحنا عارفين فوائده. طب الحمام بقى الكريم ده احنا عملناه سوا، الخلطه دي عملناها سوا، حلوه جدا للشعر. هننزل كده معلقه تانية نضيفه، معلقه منه. الخلطه دي جهنميه يا جماعه، هسيب لكم الرابط بتاعها في الوصف وفي الشاشه النهايه، جميله جدا بجد والله، خلت الشعر حرير ومفروض حلو جدا. هنقلب بقى المكونات دي كده على بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قلبي قلبي كده. انا عايزه اقول لك ان فوائد الجزر للشعر يعني بصي بتحمي من اشعه الشمس، بتزود المناعه بتاعه فروه الشعر، بتزود الخيوط بتاع الشعر، بيخلي الشعر سميك وجميل جدا، مرطب طبيعي للشعر الجاف طبعا. نقص البوتاسيوم اللي في الشعر بيخلي الشعر جاف، هو بيزود البوتاسيوم عشان بيحتوي على كميه عاليه جدا من البوتاسيوم، فبيخلي الشعر رطب جدا ولين. لو في الام في فروه الراس وشعرك فيه حكه كده، هو برضو بيقضي عليها. الجزر كمان بيمنع تساقط الشعر، ده مش كلامي والله، خش كده على جوجل واكتبي فوائد الجزر للشعر وللجسم كمان البشره. الجزر بيسرع من نمو الشعر، بيخليه زياده كثافه. بجد لو من هنا لبكره اتكلمنا عن فوائد الجزر بالتركيبه الجامده دي، بجد مش هتلاقيها غير حصري عندي انا وبس. شويه تركية بقى، لان العسل الابيض حلو جدا جدا للشعر، فانا لازم في الوصفه دي انزله معلقه عسل ابيض اهي، معلقه اهي صغيره مش كتير اهيت كده. احنا ادينا الشعر كل حاجه، محرمناهوش من حاجه اهو. بجد التركيبه دي لو جبتيها من بره هتعدي 50-60 جنيه في الغلا كمان اللي احنا شايفينه دلوقتي. انا عملت لك حمام كريم طبيعي اهو. بصي نجيب بقى كده اهو، اهو ده الملمس بتاعه اهو، شايفين اهو. نجيبه كده نحطه في الشعر، مش عارفه دي حته من الجزرايه مش عايزه اسيبنا اهو كده اهو. تعملي بقى كده تدلكي بيه كده ايدك، وتيجي بقى كده عند شعرك تعملي كده في الفروه كده بالشكل ده كده. وتدلكي كده الفروه كويس، وتسيبيه في شعرك ربع ساعه وتغسلي شعرك، بجد هتدعيلي عليها. وصفه جهنميه. نفضيها بقى كده في الطبق بتاعنا، فضي بقى كده في الطبق بتاعنا. بصوا ما شاء الله عمل معانا كميه حلوه قوي. بصوا من فلوس قليله قوي. بصوا ما شاء الله من 3 جزرات عملوا معانا الكميه الرهيبه دي. كمان معلقه زيت واحده ونشا كورن فلاور اللي هو النشا يعني. بصوا يعني احنا مكلفناكيش حاجه يا قطقوطه، وبنجربيها حالا. يلا واعملي شعرك وما تخلوش يطفش منك ماشي. لو اول مره تشوفيني اشتراك ولايك كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.